سموها الإخوان والمسلمين. لكن مثل هذه ما تنطلي على الإمام عبد العزيز المؤسس رحمه الله. لما جاء حسن البنا عام 1948 إلى المملكة العربية السعودية في الحج ولقي الملك عبد العزيز، فقال يا جلالة الملك نريد أن نفتح فرع للإخوان المسلمين عندكم. لكن انظر ماذا قال الإمام الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود. انظر ماذا قال. قال نحن إخوان ونحن مسلمون، أخرجوا هذا الرجل فإنه صاحب فتنة. قالها الملك عبد العزيز عام 1948، وهذه نقلها سمو الأمير ممدوح بن عبد العزيز حفظه الله، يقول سمعتها عن ملكين من ملوك هذه البلاد حدثوني بها، يقول نحن إخوان ونحن مسلمون، أخرجوا هذا الرجل فإنه صاحب فتنة. عرف ماذا يريد، فعلا صاحب فتنة. انظروا ماذا يعيش العالم الإسلامي من فتن جماعة الإخوان المسلمين اليوم، كيف شوهت صورة الإسلام باسم جماعة الإخوان المسلمين اليوم. بعض الناس يقول يا أخي أنتم تحذرون من الإخوان